بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم حبايبي في كل مكان. النهارده نبدا فيديو كده مفيد وحلو تستفيدي منه ان شاء الله. يلا نبدا. قبل ما نبدا من فضلك تحط لنا بقى لايك واشتراك، ويلا بينا نسمي الله كده ونشوف الفيديو الجميل الحلو ده. جبت كيلو ونص فول اخضر، مش مهم التمن، يعني جبت كيلو ونص ب10 جنيه. جبت كيلو ونص فول اخضر ب10 جنيه، وفصصته كده زي ما بتفصصي البسله الخضراء. بعد كده قفلت بس على ما الاذان يخلص. بعد كده، بعد ما فصصته وغسلته كويس قوي، وحطيت معلقه سمنه على النار صغنونه كده، وبعدين حطيت فيها الفول يتشوح تشويحتين. يعني تشوحيه تشويحتين اتنين، يعني تقليبتين تلاته كده، وتضيف عليه ورشه فلفل اسمر بس. وبعد كده نعمل التقليه بتاعت الرز. هي فعلا كيلو ونص ب10 جنيه، يعني هي الغدا ما كلفتنيش الا كده بس 10 جنيه. كل حاجه موجوده في البيت طبعا، وتعملي احلى غدوه واحلى وجبه غدا ان شاء الله. كده حطيته يتشوح. بعد كده بقى احط بصلايه حلوه كده على النار، كبيره او متوسطه زي ما انت بتحبي البصل يعني. وبعد كده حطيتها في معلقتين زيت على معلقه سمنه واحده. عاوزه تحطي زيت بس وماله براحتك. الفول بيتشوح اهو. انا مش عاوزاه يستوى ولا عاوزاه يغير لونه، عاوزاه يبقى بنفس اللون بس تشويحتين اتنين بس. الفيديو مصمم يعيد نفسه. جبنا البصل اهو وحطيته على النار، معلقتين سمنه ومعلقه سمنه واحده بس، ومعلقتين زيت او زيت بس زي ما انت عاوزه. بعد كده يدخل وحطيت عليها تومتين، فصين 3 توم مهروسين. وبعد كده حطيت، مش عاوزاها تحمر البصله بنفس اللون ده كده، حطيت عليها عصير طماطم، حوالي ربع كيلو عصير طماطم، وعصرته 5 7 طماطمات كده، وعصرتها في الخلاط وصفتها. وحطيتها على البصل لما اول ما تبدا تصفر. وكده كده الفول تمام كده. التقليه اتسبكت. حطيتها على الفول اهي بعد ما تشوح التشويحه بنفس الطريقه وبنفس اللون كده. معلش بقى عشان الدخانه بس. بعد كده حطيت الرز اللي انا حوالي كيلو رز، اللي انا كيلو رز اللي انا نقيته وغسلته ونقعته. قلبته كده في بعضه كده بنفس الفول بنفس الطريقه كده. بعد كده احط بقى نص ربطه كزبره على شبت حلوه قوي قوي في الفول، ومعلقه ملح طبعا. ظبطي ملحك بقى على الرز. بعد كده حطيت ميه سخنه، يعني الرز بقى بتاعك بقى. وبعد كده سيبي اللون الجميل ده بقى يستوى، وشوفي احلى رز بقى واحلى طبخه ب10 جنيه. هذه غدوه بقى من ب10 جنيه بس، تستاهل لايك والله. طعم بنفس الطريقه كده. بس انا عندي بيض بقى، مش مهم بيض، يعني هو لو مفيش بيض برضه حلوه لوحدها كده، جميله لوحدها. شايفين الرز ولونه وجماله وطعمه بقى حلو قوي 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 الغدوه دي. بيض مسلوق، بطاطس محمره لوحده، حلو قوي. نفس الطريقه كده غدوه مفيش، وفي ثانيه وفي ثواني، وطريقتها